السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد. اليوم بديت لكم صراحه من الغداء اللي درنا في المحل. المهم كل نهار ورزقه. اليوم قررنا نديروا الحوت في الطاجين. بالنسبه للنوع ديال الحوت اللي استعملنا هنايا غادي نديروا ازل المزه. اول حاجه خدينا الطاجين، صراحه جدتي هي اللي كتنصبو هنايا. المهم درنا زيت المائده. انا كاع الحوت صراحه كنطيبو بزيت لوسيور، ما نكذبش عليكم ما كيعجبنيش فيه زيت العود نهائيا، ماشي بحال الطواجن الاخرين. المهم درت العطريه. بالنسبه للعطريه اللي كنديرو في الطاجين هي نفسها اللي كنديرو في الحوت. كندير الزيت في الطاجين، كنضيف ليه الخرقوم، الابزار، الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير، وكنقطع عليه خيزو. كنخلي داك خيزو يتشحر. بالنسبه لهنا كنوريكم دوك القطع ديال الحوت. نفس الحاجه بالنسبه للعطريه، كنديروا التحميره والخرقوم، كنديروا السكنجبير، الملحه والبزار. كنضيف واحد 6 ديال الفصوص ديال الثومه حتى ل7 اللي هما مقطعين. كنديروا القزبور والمعدنوس مقرض. المهم بالنسبه لي كيف ما قلت لكم راه نفس العطريه اللي كنديروا في الطاجين اللي كنديروا للحوت. هنايا الحوت ديالنا غادي نشرملوه وغادي نخليوه جانبا باش يشرب ديك الشرموله. على الاقل البنات خليوه واحد ساعه المكانه باش كيجي الحوت بنين وزوين. مهم تما ضفت في الطاجين حتى هو 3 ديال الفصوص ديال الثومه اللي قطعتهم. هنا غنخلط شرموله كما قلت لكم، غادي نشرمل بها الحوت وغادي نخليه جانبا. بالنسبه لهاد الشرموله راه كتصلح لكاع الحوت، يعني اي نوع ديال الحوت ديال الطاجين راه كتجي فيه زوينه هاد الشرموله. واصلا راه كلشي كيعرفها، غير بغيت نوريكم الطريقه ديالي وصافي. هنايا غادي نزيد واحد نص حامضه معصره، كنزيدها حتى هي على داك الخليط اللي غنشرمل به الحوت. غادي نشرمل الحوت جيدا حتى تدخل فيه ديك الشرموله ونحطوه، وديك الساعات نرجع معكم باش نكملوا باقي المراحل. دابا غادي ندوزو للطاجين. بعد ما شرملنا الحوت غادي نديرو في الطاجين خيزو. بالنسبه للخضر انا كنفرش ليه خيزو، ما كيعجبنيش شي خضره اخرى من غير خيزو. كنديرو لتحت، كندير عليه القزبور والمعدنوس. بالنسبه للعطريه والزيت راني قلتها لكم في الاول يعني شنو كديروا. هنايا غادي نديرو القزبور والمعدنوس اللي مقرضين. صراحه هاد الطويجين من يد جده والله الا كيجي بنين، وما غاديش تشبعوا منه، كيجي معلق. الحوت ما كيبغيش عاوتاني يكون طاجين ميه. هنايا غادي نستفوا الحوت، غادي نحطوه في الطاجين. بالنسبه للكميه راه على حسابكم، حنايا هنايا شي شويه كتر داكشي علاش درنا هاد الكميه. تقدروا ديروا كميه صغيره والطاجين كيجي بنين ومعلق على حسابي، يعني غير جربوه راه ما غادي يعجبكم وغيولي معتمد عندكم. واخا تاخذوا غير واحد جوج طريفات ولا 3 ديال الحوت وديروهم راه غادي يجيو خطيرين. المهم هنايا كتزيد عليهم ديك الشرموله اللي شرملت بها الحوت. بالنسبه كما قلت لكم الخضر اللي كديروا من الفوق او من التحت كتبقى اختياريه. انا لتحت كندير خيزو، والفوق كنديروا الفلفله حلوه، كدير الزيتون اللي كيكون زيتون بلدي ديال الدار. المهم تقدر دير داك الزيتون بالعظم، المهم زيتون وصافي. وكدير فلفله حلوه، كدير حامض مسير او لا حامض عادي كنقسموه على جوج. وكنديروا من الفوق واحد الفلفله حاره بالنسبه اللي كيعجبو الحار. وحتى بالنسبه للعطريه الا كان كيعجبكم الحار تقدروا ديروا الحار. هنايا هذا هو الشكل ديال الطاجين بعد ما طاب. الله يعطيها الصحه، جابنين بزاف ما نعاودش لكم البنه. المهم هنايا كنصور لكم على برا كاين الطاجين وكاينه الشتيوه ما شاء الله، واحد الشتيوه نعم علينا بها الله، يعني شتيوه فاعله تاركه. هنايا كنوريكم قدام المحل، هنا مهبطين الباشا على ود الشتا. المهم كاين واحد عطانا ربي واحد الخير داك النهار اللي حملنا ليه الله وشكرناه. المهم هنايا
ندوز العشيه. بغيت نشارك معكم صراحه، ما نكذبش عليكم، ما كنبغيش نشارك معكم زعما شي حاجه اللي ما تستافدوش منها. هنا قلت نشارك معكم كامله اولا مهم مقيله اولا اللي بغيتو تسميوها ديال بوزروق. نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كندير ليه. هنايا انا خديت هاد الكميله الصغيره، درت فيها البصله ودرت فيها جوج ديال الفصوص ديال الثومه ودرت زيت الزيتون. كنشحر الكل مع بعضياتهم. في الاول كنشحر ديك البصيله مع الزيت مع الثومه، وكنضيف هنايا لاصوص طوماط. بالنسبه لكم تقدروا ديروا مطيشه عاديه، يعني تاخذوا واحد جوج مطيشات محكوكين وتحكوهم وتستعملوهم. انا صراحه كتعجبني هاد لاصوص في هاد المقيلات، يعني كتجي سريعه و او ميم طون كتجي زوينه. المهم هنا بعد ما تشحرات ليا ديك المطيشه ما كنخليوهاش تشحر بزاف، غير يعني تقلى لينا صافي، ما كنخليوهاش زعما. طيب هنايا كنضيفوا التوابل. درت الملحه، الابزار، خرقوم، سكنجبير والتحميره. غادي نخلط الكل مع بعضياتهم. هنا صراحه ضفت واحد نص معلقه ديال الحار، راس معلقه ديال الحار. نتوما ما كيعجبكمش ما تزيدوش، ولكن راه كيجي فيها زوين بزاف. المهم هنايا غادي نشحر دوك التوابل مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف ليهم القزبور والمعدنوس. سمحوا لي دخلت لكم فيديو في فيديو، ولكن بغيت نشارك معكم الماكسيموم ديال الوصفات وتستافدوا، يعني ونكون واحد الانسان اللي كتشارك معكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. المهم هنايا غادي نضيف هذاك بوزروق. بالنسبه للبوزروق راه كنغسلو في الاول وكنرقدو واحد شويه وكنعاود نغسلو وكنرقدو. كنعاود هاد العمليه شي 4 المرات. كنخليه حتى كيطلق لهداك الرمل كامل اللي فيه، حتى كنحس بداك الماء اللي خليته فيه اخر واحد كيكون صافي. عاد كنصفيوه وكنغسلوه وكنستعملوه، يعني ردوا بالكم منه. المهم هنايا هذه هي المقيله ديالنا. من بعد زدت لكم العسل. صراحه هادشي كله راه كان في نهار واحد، يعني راه حنا العيالات معروفين كنديروا شحال من حاجه في نفس الوقت. هنايا بالنسبه للطريقه اللي كنستعمل انا العسل اللي كنخدم به المعسلات الرمضانيه. المهم هنايا خديت 3 ديال القوالب ديال السكر اللي درتهم في الكوكوط. انا صراحه كنخدم العسل في الكوكوط. المهم كناخذ 3 يطرو ديال الماء. كناخذ هاد القرعه اللي كتعبر ليا يطرو، يعني ديال المناضه بالقياس، يعني كتجي اكزاكت. كنعمرها كندير القياس ديالها 3 ديال المرات، يعني 3 لتر ديال الماء. كنخلي هذاك السكر حتى كيطلق ليا شويه، يعني كنخليوه يذوب. من احسن يعني كمبتدئه الى اول مره غديري العسل، مثلا هاد العمليه ديريها ليله قبل. لما مثلا غطيبي الغد لي غديري اليوم في العشيه، غادي ديري 3 ديال القوالب ديال السكر والماء وغادي تخليهم يطلقوا، يعني تخليهم الغد لي كتلقاي داك السكر داب. انا صراحه ما عنديش الوقت، يعني في نفس النهار ما خليتوش تداب صراحه كله. المهم هنايا كنحاول انني نعاون نبدا نهرس فيه. المهم البنات، ومن الاحسن يتهرس، يعني حتى العمليه ديال انك تهرسي السكر عاد ديريه مزيان. انا ما عندي الوقت لا نهرسو صراحه، درته مباشره. المهم هنايا ضفت ليه واحد القبيصه ديال الملحه اللي كتكون ضروريه، يعني اي حاجه كتكون فيها الملحه صراحه كتزيد ليها واحد الحاجه اللي هي زوينه. المهم هنايا غادي نخلي هذاك السكر حتى كيذوب لي واحد شويه. المهم انا تقريبا عندي غير واحد ربع ساعه اللي غادي نخليه ماشي كتر. نتوما من الاحسن تخليوه ليله كامله. المهم غادي ندوز باش نديرو فوق البوطه. بالنسبه للعمليه الاولى غادي نديرو غير فوق البوطه حتى كيذوب ليا داك السكر، يعني بلا ما نسد على الكوكوط. المهم كنخليه حتى كيذوب تماما، يعني ما كيبقى ليش حتى شي طريف ديال السكر. كنخليه يذوب مزيان بحال هكا. عاد ديك الساعات كنضيفوا ليه باقي المكونات. انا هنايا صراحه كنزيد بالنسبه للاضافات راه كيبقاو كل واحد باش كينكه العسل. انا كندير ليه طريفات ديال الليمون وعويدات ديال القرفه، تقريبا كندير واحد 4 ديال العواد. كنضيف ليه واحد جوج النجمات، يعني باديان كنضيف ليه جوجات وكنسد عليه مباشره الكوكوط. بالنسبه للمده اللي كيطيب فيها العسل كنحسبوا 45 دقيقه بعد ما كتصفر الصفاره، يعني كنديروا الصفاره ملي كنحسبوا 45 دقيقه كنطفيو عليه. هنايا العسل ديالي طفيت عليه، غادي نخليه ليله كامله باش يبرد.
بعد ما برد الغد ليه عمرته في هذا البيدو. انا كنعمرهم في هذا البيدوات وكنستعملو وقت ما بغيتو كنجبدو كنستعملو. المهم البنات هذا هو الشكل ديال العسل، راه كيجي ناجح 100%. غير جربوه. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم.